هنسترجع مع بعض كتاب التلميذ واكتشاف الصخور. ما هي الصخور يا أولاد؟ طبعا الصخور عبارة عن إيه؟ توجد الصخور فوق وتحت سطح الأرض، تمام؟ لأن أصلا سطح الأرض يتكون من إيه أساسا يا أولاد؟ يتكون من صخور. دي هنقول لكم المعلومات على السريع، خلاص؟ طيب تتكون الصخور من إيه؟ تتكون من الأحجار الرملية، الجرانيت، الأحجار الجيرية وبنسميها الكلسية أو الفحم الحجري. طيب عايزين نعرف بتختلف، كلهم بيختلفوا عن بعض في إيه يا أولاد؟ يختلفوا عن بعض في اللون والصلابة والليونة والحجم إذا كانت مثلا صغيرة أو كبيرة، وفي شكلها الخارجي، تمام؟ طيب خليكم معايا هنا يا أولاد. برضو المحجر زي ما انتم شايفين في الصورة، تعريف المحجر أنا بعطيكم بس العناوين المهمة. المحجر عبارة عن المكان الذي يتم فيه انتزاع الإيه؟ الصخور من الأرض. شايفين يا أولاد معانا معدات بتنزع الصخور من الأرض، تمام؟ طيب عايزين نتعرف على الأحجار، تمام؟ استخداماتها. أولا احنا عندنا يا أولاد الأول أحجار بتكون صلبة زي الجرانيت والفحم الحجري، والأحجار اللينة يا أولاد بتكون زي الحجر الجيري والحجر الرملي. تعالوا نشوف استخداماتهم معانا في الصفحة. استخدامات الصخور معانا هنا الحجر يا أولاد الألماس، تمام؟ هو حجر صلب جدا ويستخدم في صناعة المجوهرات والآلات القطع. بعد كده يا أولاد الحجر اللي احنا شايفينه في الصورة ده اسمه ايه؟ الكوارتز، وهو بيستخدم في صناعة الساعات وأجهزة الراديو. بعد كده يتميز الصخر الأردوازي اللي معانا في الصورة ده بأنه ناعم، ولكنه في نفس الوقت ايه يا أولاد يتميز بالصلابة، ويستخدم في طبعا في الأرضيات وفي الأسقف. هنا حجر الصوان اللي احنا بنسميه الجرانيت، وهو حجر قوي جدا ولا يمكن بسهولة ان احنا يعني نخدشه، يستخدم كثيرا في أعمال البناء. والحجر اللي معانا تحت ده الرخام، طبعا يتميز بصلابته وبنعومته، ويستخدم أيضا في الديكور والبناء. يبقى احنا يا أولاد تعرفنا على جزء من الأنواع الصخور. طبعا هنا البنات اللي موجودين معانا في الصورة بيستكشفوا البيئة اللي حواليهم ويستكشفوا من خلالها الصخور اللي موجودة، تمام؟ اللي موجودة في ممرات وفي جدران وأرضيات وطرقات المدرسة. في النهاية بقول لك ماذا تعلمت؟ طبعا تستخدم الأحجار المختلفة لأغراض طبعا مختلفة. خلاص يا أولاد؟ في الصورة معانا طبعا أنا بجيب لكم بربط لكم الكتاب من كتاب التلميذ وكتاب النشاط عشان نحل عليه أسئلة. طبعا معانا مقارنة ما بين الصخور، والبنت اللي قدامنا في الصورة بتحاول تجرب العصا اللي في ايدها، تمام، على انواع الصخور اللي معاها. معانا هنا يا ولاد اول صخرة كانت معاها اهي، لم تتمكن من خدشها، وكان الفحم الحجري. وهنا معانا يا أولاد تمكنت من خدش أو إزالة الكثير من الحجر الرملي، شايفين؟ وهنا انفصلت بعض القطع الحجرية وتعرضت العصا لقليل من الخدوش. طبعا يا أولاد كان معانا زي ما انتم شايفين اهو في الصورة. وبعد كده لم تتمكن من خدش الجرانيت طبعا لأنه قوي جدا زي ما قلت لكم. طيب تعالوا نشوف كده الأسئلة المطروحة عن الدرس. هنا الحجر الأكثر ليونة، مين كان أكثر ليونة فيهم متفتت؟ طبعا الحجر الرملي، يبقى احنا نختار الحجر الرملي ونكتب الحجر الرملي، تمام؟ طيب بعد كده يا أولاد الحجر الأكثر صلابة، مين كان أكثر صلابة فيهم ولم تستطع إن هي تكسره لدرجة إن العصا هي اللي انكسرت؟ كان الجرانيت، الجرانيت، تمام؟ طيب تحطمت العصا عند خدش الجرانيت والفحم الحجري لأنها أحجار إيه؟ طبعا صلبة. خلاص يبقى احنا هنشطب أول حاجة على الحجر الرملي وبعدين الجرانيت وبعدين كلمة صلبة، تمام؟ بعد كده يا أولاد لم تتحطم العصا عند خدش الحجر الجيري والحجر الرملي لأنهم إيه؟ إن احنا خليناهم أو صنفناهم من الأحجار الهين اللينة. يبقى احنا نفهم سريعا مع بعض ان الاحجار نوعين، في احجار صلبة وفي احجار لينة. من الاحجار الصلبة يا ولاد الجرانيت والفحم الحجري، ومن الاحجار اللينة الحجر الجيري والحجر الرملي. معانا نرجع تاني لكتاب التلميذ. التربة قد تكون الصخور موجودة في داخل أصلا التربة ذات نفسها، ممكن نحصل فيها صخور يا ولاد، تمام؟ فبقول لك انظر إلى التربة سوف ترى فيها إيه؟ كائنات، أو أول حاجة معانا كائنات حية، أشياء غير حية اللي هي بقايا نباتات ميتة، أو صخور صغيرة وبنسميها حصى. تحتاج التربة إلى جميع هذه الأشياء. يبقى احنا التربة اختصارها نقول كده اهو يا ولاد إن التربة هي عبارة عن إيه يا ولاد؟
عبارة عن تفتت الصخور عبر الزمن. يعني دي كلها اللي احنا بنشوفه واللي احنا بنمشي عليه وبنشوفه في كل مكان كانت عبارة اصلا في الاساس عن صخور وتفتتت واصبحت يا اولاد تربة. طب ايه اهميتها وفوائدها؟ طبعا تؤمن للنباتات والانسان طبعا الغذاء، طبعا والحشرات، وتعتبر مسكن لبعض الحشرات في نفس الوقت. طيب يا ولاد، تتفتت الصخور الكبيرة إلى قطع صغيرة وتبقى داخل التربة، وتحول التربة إما تربة رملية أو تربة طينية. طيب تعالوا نشوف مع بعض أجزاء الصخرية في التربة. هنلاقي إن إحنا ممكن نحصل يا ولاد أهو، هنلاقي كائنات حية زي الحشرات، ممكن نلاقي فيها حصى، ممكن أشياء غير حية، ممكن زي ما قلت لكم اللي هي الصخور الصغيرة اللي إحنا بنسميها حصى. يبقى تحتوي التربة على إيه كمان؟ تحتوي على صخور. طيب أنواع التربة إحنا لسه قايلين من شوية، صح؟ كنا بنقول، أنا قلت لكم من شوية أنواع التربة، في منها تربة رملية، تربة صخرية، تربة طينية، تربة زراعية اللي هي بتكون تشبه الطينية، تمام؟ وتربة تحتوي على الأسمدة العضوية. وطبعا التربة اللي فيها أسمدة عضوية يا ولاد لا تسرب المياه بسهولة، تمام؟ زي التربة الصخرية. التربة الصخرية بيتسرب من خلالها المياه بكثرة عن التربة اللي بيكون فيها أسمدة عضوية. هناخد تمرين عن التربة، طبعا تمرين من 2 ل3 في كتاب النشاط. بيقول لنا يا أولاد؟ في هذا التمرين اللي احنا شايفينه هنكتشف يا أولاد أنواع التربة وازاي بتتسرب من خلالها المية إلى جوف الأرض، تمام؟ ونهين فيهم الأصلح للزراعة طبعا، اللي بتحتفظ بالمية أكتر، طبعا اللي فيها سماد عضوي. طيب تعالوا نشوف. هو أول حاجة جاب 3 أنواع من التربة: تربة رملية، تربة فيها سماد عضوي، وتربة صخرية، تمام؟ طيب هنا معانا بقول في أي نوع من التربة تسربت أكبر كمية من الماء. لو احنا لاحظنا في الكوب يا ولاد هنلاقي التربة نهين يا ولاد التربة الصخرية، يبقى احنا هنكتب كده اهو الصخرية، تمام؟ طيب بعد كده يبقى احنا لازم نحط معلومة في راسنا ان التربة الصخرية هي اكثر تسرب للمياه. ليه؟ بسبب يا اولاد ان بيكون دايما كثرة الصخور فيها، تمام؟ لان بيكون فيها المزيد او الكثير من الصخور. رقم 2 معانا اي تربة هي الاكثر تبللا؟ طبعا اللي فيها تربة السماد العضوي، يبقى نكتب كده السماد العضوي او عضوي. طيب بعد كده أكمل الجمل مستخدم الكلمات اللي معانا دي يا أولاد، تمام؟ هنستخدمها معانا في الإجابة عن السؤال اللي في الأسفل معانا ده. أدت نقط إلى تسرب أكبر كمية من الماء. مين هيقول لي بسرعة؟ أيوة برافو عليكم، اللي هي التربة نهين اللي احنا قلنا عليها صخرية. يبقى أنا ده رقم 1 التربة الصخرية، بس أنا هكتب كلمة التربة خلاص بس عشان مكان. طبعا سربت أكبر كمية من الماء لأنها تحتوي على يبقى القليل من الصخور ولا الكثير من الصخور؟ لا، الكثير من الصخور. يبقى دي رقم 2 الكثير من الصخور. أدت نقط إلى تسرب أقل كمية من الماء. مين يا ولاد؟ طبعا يا ولاد التربة اللي كانت تحتوي على أسمدة عضوية، يبقى اللي فيها أسمدة ونكتب عضوية بس عشان المكان مش مكفي. طبعا كان تسرب أقل للمياه بسبب لأنها تحتوي على القليل من الصخور، تمام؟ طيب أنا شفت الوقت وكده كفاية النهاردة بالنسبة للحلقة دي يعني، وإن شاء الله نكمل معاكم الدروس اللي باقية معانا إن شاء الله على خير. انتظروني للجزء الثاني لصف تاني بإذن الله، وأشوفكم على خير، ويا رب تكونوا استفدتم ويكون وصلكم معلومات وثبتت في عقلكم وتؤدوا إن شاء الله يا رب بنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.